قبطان الطائرة طلع من غرفة القيادة للحظات، لكنه ما كان يعرف انه ما راح يقدر يرجع لها مرة اخرى. وبعد عدة دقائق تحولت الطائرة الى حطام. ما كانت حادثة ولا كان خطأ فني، بل كان قرار شخصي وما قدر اي احد انه يوقفه. هذه كانت رحلة جيرمي 320 اللي قرر فيها مساعد الطيار انهاء كل شيء. هذه واحدة من اقرب القصص اللي مرت علي، لذا خليكم عند النهاية. السلام عليكم، معكم عزيز وحياكم الله بقصة جديدة. في 24 مارس 2015 تحديدا الساعة 9:27 صباحا اتصلت الطائرة بمركز التحكم في مسار الرحلات الجوية في مرسيليا. كانت الطائرة من طراز ايرباص A320 وتديرها شركة اسمها جيرمي، وكانت في طريقها من برشلونة إلى دوسلدروف. كان كل شيء طبيعي، والساعة 9:30 قرأ القبطان تعليمات مراقبة الحركة الجوية اللي سمحت له بالطيران إلى نقطة جديدة. ولكن بعد عدة دقائق بدأ شيء غريب يحدث. لاحظ مركز مرسيليا ان ارتفاع الطائرة كان حوالي 30,000 قدم، أي أنه بحوالي 2000 قدم من الارتفاع الطبيعي، وكان الارتفاع في انخفاض مستمر. حاول مركز مرسيليا الاتصال بالطائرة وسألوا عن الارتفاع المسموح للطائرة، ولكن لم يتلقوا أي رد من الطاقم. حاول مركز مرسيليا الاتصال بطاقم الطائرة عدة مرات، لكن الطاقم ما كان يستجيب. وفي الساعة 9:34 حاول مركز مرسيليا الاتصال باستخدام تردد مختلف، ولكن مرة أخرى لم يتلقوا أي رد من قبل الطائرة. وبعدها بعدة دقائق تم فقدان الاتصال بالرادار، وأعلنوا مراقبة الحركة الجوية الفرنسية حالة الطوارئ، معلنين أن الطائرة وركابها في خطر شديد ويحتاجون إلى مساعدة فورية. وفي الساعة 9:41 صباحا تحطمت الطائرة جيرمي في أحد الجبال في فرنسا، وبسبب عدم وجود طرق للوصول إليها كان لابد من إحضار فريق طوارئ بواسطة مروحيات. تم تدمير الطائرة بالكامل. تم العثور على تسجيل صوتي وبيانات الرحلة في نفس الأسبوع، على الرغم من أنها كانت تالفة نوعا ما، لكن المحققون قدروا أنهم يسترجعون البيانات. فكانت القصة تشير إلى أن الحادثة كانت نتيجة لفعل متعمد. تم اختطاف الطائرة، لكن خلونا نعود للوراء شوية. بعد أن استقرت الطائرة على الارتفاع المعتاد، ترك القبطان قمرة القيادة ليذهب إلى الحمام في الساعة 39. بينما كان في الحمام تم تغيير إعدادات الارتفاع في قمرة القيادة. وفي الساعة 9:34 عاد القبطان وطلب الدخول إلى قمرة القيادة، لكنه لم يحصل على أي إذن، وكان الباب مقفل. وأثناء وقوفه أمام باب القمرة بدأ القبطان يفهم أنه مساعد الطيار قد اختطف الطائرة، ولم يكن هناك وسيلة للدخول، لأنه بعد عام 2001 تم تعديل قمرة القيادة لحماية الطيارين من المهاجمين المحتالين. فعشان تدخل إلى قمرة القيادة ضروري يكون في شخص داخل قمرة القيادة عشان يفتح لك الباب. فكانت هذه الآلية اللي استخدمها مساعد الطيارة، وقام بإقفال الباب بشكل دائم. أثناء بدء الطائرة في الهبوط تم حبس القبطان خارج القمرة دون أي سيطرة. وفي الساعة 9:39 سجل مسجل الصوت في قمرة القيادة ضربات عنيفة على الباب من قبل القبطان. القبطان كان يحاول مرارا كسر الباب عشان يدخل، ولكن قمرة القيادة كانت قوية ومصممة لتحمل الهجمات القوية. وفي الدقائق الأخيرة كان الركاب والطاقم والقبطان جميعهم يعرفون أن الطائرة كانت في طريقها إلى السقوط، ولم ينجو أي أحد من هذا الحادثة. 144 راكب وأربعة من أفراد الطاقم والقبطان والمساعد كلهم ماتوا في هذه الرحلة. لكن إيش السبب اللي خلى مساعد الطيار يسوي كذا؟ كان مساعد الطيار يبلغ من العمر 27 عام، ومنذ صغره كان شغوف بالطائرات. كانت غرفته مليئة بصور الطائرات ايرباص. فانضم إلى أكاديمية الطيران مباشرة بعد ما خلص المدرسة، لكن بعد بضعة أشهر في البرنامج توقف. كان يعاني من حالة اكتئاب شديدة، وتم علاجه بالأدوية المضادة للاكتئاب، وقضى عدة أشهر في رعاية طبية نفسية. وفي النهاية حصل على توصية طبية تفيد بأنه في مرحلة الشفاء. وبعد عدة أشهر تم إعطائه رخصة كطيار مبتدئ، واستمر في التدريب حتى في يوم من الأيام وقع في مشكلة كان ممكن أنها تنهي مسيرته. كان أثناء ملء مستند مطلوب من إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، قال أنه لم يتم تشخيصه بأي اضطرابات نفسية، وكان هذا كذب وتم اكتشاف الكذب في طلبات إدارة الطيران الفيدرالية يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن أو نهاية مسيرته. لكن إدارة الطيران الفيدرالي منحت مساعد الطيار فرصة ثانية، اعترف أنه عنده حالة اكتئاب وتم قبوله. وفي عام 2013 انضم إلى شركة جيرمي، وهي شركة طيران منخفضة التكاليف، لكن في أول سنة له انسحب وكان يعاني من اكتئاب شديد. فأخذوا له أدوية نفسية وراجع أطباء نفسيين، وبعد فترة رجع للطيران، لكن كان تحت شرط أنه إذا احتاج علاجات نفسية ثاني فإنه لازم يوقف الطيران. ومع ذلك كمل تدريباته وأخذ الرخصة وصار مساعد طيران في شركة جيرمان. بعد تقريبا سنة رجع له الاكتئاب وصار يشوف أطياف وأضواء قريبة. كان يعتقد أنه عنده ضعف في النظر، وراح الأطباء عيون وأطباء أعصاب، لكن ما كان عنده أي مشكلة عضوية. تم تشخيصه بأضرار نفسية حادة، لكنه كان يحتاج علاج نفسي مكثف. فالأطباء على طول أعطوه تقارير أنه غير صالح للعمل.
العالم، لكنه ما أعطى هذه التقارير لشركة الطيران. قبل الحادثة بأيام كان يبحث عن آلية قفل الباب لقمرة القيادة على الإنترنت، وفي الرحلة اللي قبل الحادثة اختبر عمليات الهبوط للحظات لما كان القبطان خارج القمرة، وفي الرحلة الأخيرة نفذ خطته. لكن كيف صار هذا الشيء؟ الطيارين كانوا يخضعوا لفحوصات صحية، لكن فحوصات الصحة النفسية كان صعب اكتشافها. فالطيارين طبعا يعتمدون على نظام الشرف، يعني لو في أحد عنده مشكلة نفسية يروح يعترف لشركة الطيران، لكنه تجاهل وما أخبر أي حد. وبعد الحادثة تم تعديل قوانين الفحوص النفسية للطيارين، وفرضوا إنه يكون شخصين موجودين في قمرة القيادة مساعدين للطيار. وشركة جيرمان اختفت بعد الحادثة، وتم تغيير اسمها إلى يوروينجز. وفي النهاية الطيران لا يزال من أكثر وسائل النقل أمانا، والحوادث هذه نادرة جدا، لكن أحيانا شخص واحد يدمر كل شيء. وإلى هنا انتهت قصتنا اليوم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.